فيسبوك قسمت وآخر في خدمة النظام المتعفن الجزائري. حتى الفيسبوك اللي ندخل على الخط تقرأ الرسالة يقول ممنوع الإرسال. كيف نتواصل معكم؟ علاش؟ راه يبلعط يبغى رايهم برك ما نعرف تطبال. شوفوا قاسم كيف عاد يتخبط ويا ما كان يرسل المشركين بغال يا سالو لالا رمانة وخالتي سرايا. هذه سرايا تعزمنا بالمليون شاهد. قبل الحزب بالغلق كان يقصد زينب حزبيني جاهل صدق وش ينقال ما يفهمش جاز عنه يعيط يضايل بالقزم اللي عليها السالة يأسال استئصال ثم تقضيه الخط وممكن إسرائيل يعيش الإدغال. رمانا مسكين وممكن جبها الزلط لكن سرايا جات الجهمال بوتبليقا يشوف كيف من لوط. ما نطلب لنساه ولا نخلي الرجال بالقحبة جل معيشة صمت وراح يزيد عامين. هذا الشيء محال. تعديل الدستور باش تقلب عودة الزينات وتكمل البقية في عمرك بتبليغ مروكي إلى ما يكون إسرائيليا. الجيد صالح يا فريق ذكي مبطأ ترجيبين يبيع طيها لسروال زعما قيادة. شكون اللي فرط يكون اسمه لفرنسا بخلقها للمجال نسينا نزيدي بيجي يخرقون الله يسير دون اختار في الشعب الحركة النهضة يريد كان يزيد جميع لما المسلمين يزيد يشبه المزار كان قبل يخلط وقبل المسار منين المجموعة الذي يشكون خلط غيره كان خلط صح ولد فرنسا من يركب الهلال تفوق السيارة من عند الخطب وقيسوا عليها باتنا ما يموتش لمزال. شوفوا حالتي اليوم وكيف قدروا ينحط ربنا ما ينهمش وما بدمش الحال. طق 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 طق. واسيبوا بليطة مش غادي عليك ربي وتفتح لينا العروض او العيالات غادي يموتوا بالجوع والسلع ديالكم كما تدخلش لينا غادي توعد الحصار علينا وهيا احنا اخوان. وجلالة الملك كتدخل السلع ديالنا لكم وانتم في المقابل واش كتدخلونا؟ في المقابل سيادة الرئيس كنبعث لكم واحد الحشيشة السعرية كتخلي شعبك يفوتي عليكم الطوازيام مونطا بنسبة 100% والإرهاب كينتهي وشعبك يولي زاهي. عجبها تخات وي هكذا نفهمو يا جلالة الملك. يبعث لي 5 باطو. وكيما يقول الفنان في بحر كيما كاسا رابط بالهوى سوا والقيعان ما باصا راك تعرف بالهوى. كان باطو تحت سي عبد الله. هاد سي عبد الله كان يخدم عند الكونو في الدالية في هذاك الوقت. في هذاك الوقت عبد الله هذا كلا بزاف هذاك النهار. شي يدير يدخل في وسط الدالية وعطيها بخرية. حاشاكم عافاكم يتلاقى مع المجاهدين الأحرار يحروا البلاد. قالوا له واش بيك الحال سي عبد الله؟ قال لهم راك تشوفوا واش صار فيا الكنوز ما تحرش عليها الكلب على خاطر شخريت في وسط الدالية. قالوا له ما تستخرش ارفع راسك